قبل كل حاجة أنا بشكر كل الناس المحترمة اللي كتبت كلمة طيبة أو كلمة كويسة. ربنا يجزيكوا خير، يحفظ ولادكوا أمين يا قادر يا كريم يا رب، يبعد عنكوا الفزعة أو الخضة، وبالذات عليهم على أي حاجة تانية بتهون. أما الكومنت ده كله إحساس، هي واحدة حست بيا كمية إحساس، يعني أنا مش عارفة أقول إيه. كاتبالي حاسة بيكي جدا، واثقة إنهم كلهم بيناموا وانت عينك مش قادرة تنسى شكله من من البداية. انا عايزه اقولك انا عينيا اصلا فيها جفاف جفاف، يعني طول الوقت بتشكشك كده، وانتوا عارفين من اللينس الزمان. انتي شايفاها؟ انت شايفه كميه الورم اللي في عيني اهي؟ بصوا، ده كل ده وايم، كل ده وارم. آه مش عارفه اقولي والله العظيم. كل اللي انا اقدر اقوله اني المواقف كلها عدت عليا بخضه، وان انا مش عارفه افكر، و... ومشاعري كلها متخبطه لحد وقت العمليه. انا وقت العمليه ده بالنسبه لي كانت نقطه ومن اول السطر. والله انا قاعده وهو جوه العمليه، طبعا انا ما كنتش قاعده مع حد، انا كنت قاعده لوحدي. قاعده قاعده قدام اوضه العمليات بالظبط، يعني انا قاعده قدام الباب، والباب فيه حته فاتحه كده. انا بص على الفتحه دي، اي حد بيعدي اي حاجه انا سامعه، حتى اصواتهم جوه. مش سامعه الناس اللي بره، انا مش معاهم. انا بفكر في ابني. أه بفكر عارفه في امهات هتبقى فاهماني، في ناس بقى الكومنتات الوحشه انتوا مش فاهمين حاجه. فرحتي بيه اول ما اتولد، خوفي عليه وهو في الحضانه، آه، حسيت انه ممكن فجاه في ثانيه مني يروح. هتقولي دي عمليه في ايده، بس انتوا ما تعرفوش البنج وما تعرفوش العمليات، انا مجربه. انا كواحده قلت ان انا كان ليا تاريخ مرضي، فاهمه يعني ايه رهبه سرير العمليات وانت شايفه الانوار ودكاتره كتير، ولحظه وانت بتاخدي البنج بتسمعي كل الاصوات حواليك اكنه حلم. ده كله كنت عاتله همه. قاعده والله ما هتصدقوا اللي انا هقوله. اول بوسه لمهند وهو بيبي وببوس ايده كان طعمها في بقي. انا عارفه ان محدش هيفهم اللي انا بقوله، هيقولك دي اوفر. انا يعني حتى لو اوفر، انا في الاول وفي الاخر ام. وبدايتي هنا انا كاتبه ماما على الاكونت، ولا مش عارفه شيماء دلوعه، ولا ما فرحتش بنفسي زي ما كل الستات بتفرح. كان كل فرحتي ان انا عايزه اوصل رساله بيا انا وولادي، واسره مصريه تبقى طالعه بشكل لائق وشكل محترم. مهند غالي عندي ونورسين غالية عندي جدا، والاتنين عندي واحد. بس في الوقت ده لما تحسوا ان في حتة منك بتروح مش في ايدك، ناس تانية بتتحكم فيك تقولك لا مش من حقك تدخل. عايزه اقول لكم ان انا الام الوحيده اللي دخلوني اشوفه، من كتر ما شايفيني بموت، يعني شايفين نفسي بيروح. انا عيني معاهم، سامعه كل حاجه، واقفه قدام الباب الفتحه دي، انا قلبي معاه جوه. فاي حد كتب كومنت سلبي هو مش فاهم حاجه. والناس اللي بتقولي انا عارفه ان هم من المدرسه اللي كاتبين الكومنتات، اللي كاتبين لي ايه الاوفر ده عيل ايده اتكسرت فيه ايه، انتي محسنه ليه ان الدنيا اتهدت؟ الناس شتمته لحد ما مسح الكومنت. هي فعلا بالنسبه لك الدنيا ما تهدتش؟ انت كواحد ما عندكش مشاعر، دي مش مشكلتي. انت كواحد مش حاسس بقيمه النعمه اللي ربنا مديها لك، دي نعمه. احنا في نعمه من ربنا سبحانه وتعالى. ان انت مش حاسس بقيمه النعمه اللي في ايدك، دي مش مشكلتي. انا بحمد ربنا على كل حاجه مديها لي، لان انا غيرك. انا حسيت بنعم كتير بتروح وبتيجي. انت مش فاهم حاجه، انت مش فاهم انا مريت بحياتي بايه، ومش هقول ومش عايزه اقول. مهما قلت اللي انا مريت بيه في حياتي وشفته محدش هيصدقه. فلما تبقى نقطة ومن أول السطر وهبدأ أشوف ده في حد من ولادي، أنا مش عايزاهم يحسوا اللي أنا حسيته. أنا مش عايزاهم يشوفوا حتى جزء بسيط من اللي أنا شفته. أنا أنا كان نفسي ما يحسوش بوجع أصلا. أما بقى اللي بيقول لي خليكي أم قوية، لا ما تقلقش، أنا أم قوية جدا، وعيالي هيجي حقهم. أنا ما سبتش حق عيل من عيالي في أي يوم من الأيام. حقيقي ما باخدش عيل حق من عيل قده، بس كل واحد قصر، وحياة لا إله إلا الله
والله العظيم ما هحلف بغيره لحق ابني هيجي من كل حد. انا واحده فاهمه كنت بقول ايه كويس. حقيقي الفيديو اللي فات انا في كلام كتير راح، كنت مركزه قوي ان انا ما اقولش اسم طفل ولا اسم المدرسه ولا شهر بحد لحد ما اخد حقي. مش هيهمني في حاجه ولا هيحصل لي حاجه لما اقول اسم المدرسه، مش عايزه. وما قلتش لي اسم الطفل. طب ما نزلتناش الفيديو ليه؟ عشان في اطفال كتير ما ذنبهمش حاجه يا قلب امهم، ما ذنبهمش حاجه ان انا اقول اساميهم ولا يشوفوا ولا صورهم تطلع في الفيديو. انا ما احبش اذي حد. تقولي بكسلي، ابكسل 5 عيال وسطهم ابني؟ طب ما انا هبكسل لك الحقيقه، هبكسل المدرسين اللي واقفين ومش باصين. هبكسل ايه ولا ايه؟ يعني انا كواحده هبكسل لك ايه واسيب ايه؟ فالفيديو انا مش هنزله دلوقتي لحد ما اشوف صرفه في انهم يخفوا لي كل الناس وكل الوشوش اللي في الظهر دي كلها. اسم حد انا ما شهرتش. ابني وحقه هيجي. كوني ام قويه، انا قويه في اني اجيب حقه، بس مش قويه ان انا اشوف ابني بيتعذب. مش قويه ان انا اشوف ابني حاطط 2 كانولا وهو خارج من اوضه العمليات. مش قويه وانا شايفه ابني جوه اوضه الافاقه جهاز اللي هو بتاع القلب والاجهزه محطوطه له. مش قويه في ده. ما انا ام على فكره، يعني انا مش بلاستيك. مش قويه ان انا اشوف ابني ايده اليمين. يعني مش عارفه الامهات هتفهم ولا لا. ايده اليمين يعني اكل، حمام، حموم، كله. هتقولي طب ما ده في عيال اتولدوا بعيد عننا عندهم كذا 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 كذا. ايوه بس امهاتهم موجوعه. انت مش عارفك ان يومه مش موجوعه. هي ما فيش حد بيتوجع في الدنيا غير الام. يمكن مهند، انا مهند اللي بيطبطب على قلبي كل شويه يقول يا ماما ما تخافيش انا مش حاسس بحاجه، ياخد الحقنه وهو بيبتسم في وشي وانا دموعي نازله غصب عني. اقسم بالله ده انا عندي جفاف الدموع بتنزل كل فين وفين. انا ما اعرفش الدموع دي كلها جت ازاي. انا ما اعرفش كميه الدموع اللي بقت بتجري ورا بعضها جت منين. ده انا الجفاف في عيني بكبرها بتدمع بقالي سنين كده. ما اعرفش الدموع نزلت ازاي. اقسم بالله ما اعرف. بقى هو يقول لي انا مش حاسه بحاجه ما تخافيش. كل ده وتقول لي انا ام اوفر. يا سيدي انا اوفر. انا اعتبرني اوفر. انا اوفر في كل حاجه. مشاعري مع اولادي اوفر، مشاعري مع جوزي اوفر، حبي ليهم اوفر، مديهم حياتي وعمري اوفر. اعتبرني اوحش ست في الدنيا. شيل المتابعه اللي بتقول انت اوفر. بس انا هقول لك الهي يا رب ما تحسي بالاوفر اللي انا فيه، ما تشوفش اللي انا شفته ولا وانا صغيره ولا وانا كبيره. من اصعب المواقف برضو اللي مرت عليا من الدكاتره اللي عملت لي عمليه وبوظتها لي. انا بالمناسبه انا كنت عامله عمليه في رجلي وانا صغيره، يعني مش عمليه واحده، اكتر من 20 عمليه. عشان كده بقول لكم انا موجوعه له. يعني انا حاسه بابني وعارفه العظام وجعها مؤلم قد ايه. وحقيقي ما اتكلمتش. لو كنت عايزه اتاجر كنت تاجرت بقصتي وكنت حكيتها زي ما انتوا بتقولوا. زي اللي جه قال لي بتتاجري بابنك. انا ما ضربتش حاجه على فكره. انا قلت ابني الحمد لله عمل عمليه. قلت ما كانش لاقي سرير. ما قلتش مش لاقيين فلوس عشان بتقولي بتتاجري. انا بقول الحمد لله احنا في نعمه من ربنا سبحانه وتعالى. بس الناس اتعودت ان انا بحكي كل تفاصيل حياتي معاهم. وبرده مش من الناس اللي مسكت كاميرا وصورت ابني بقى ما اعرفش واحنا داخلين اوضه العمليات واحنا خارجين من اوضه العمليات. مهند اللي طلب مني اصوره هو اللي قال يا ماما انا عايزه اشوف شكلي وانا في البنك، وما قدرتش اعملها. وانا قلت لاختي انت يا ميرا فاكره قال لك ايه قبل ما يخش العمليه والنبي انت صوريه. انا مش قادره امسك تليفون. انا ما كنتش عارفه اقرا الكومنتات غير امبارح لما اطمنت عليه. انا مش عارفه اقول لكم ايه. انا بجد مش عارفه اقول ايه. بس من اصعب المواقف لما اسمع اسم دكتور اذاني في يوم من الايام. انا عايزه اقول لكم ان انا شفت حياتي كلها الفتره اللي فاتت دي كلها قدام عيني كده. عماله اقول انا بشوفها تاني ليه؟ يعني انا بفتكرها ليه؟ بشكل مبدئي اللي حصل ده مش هعتبره ابتلاء، انا هعتبره رحمه من ربنا. ربنا عايز يديله حسنات. افتكار ربنا دايما رحمه. ربنا دايما عايز يورينا ان هو موجود ولازم ان انا افتكره طول الوقت. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ما سابتش بقي تماما. فرحمه من ربنا. وربنا عايز يدي المهند حسنات وثواب ويختبر صبرنا. وانا الحمد لله كنت قد الاختبار. ما تشوفهاش في حد من ولادكم. وحق مهند حتى لو كسر زي ما انت بتقول وانا اوفر هجيبه باذن الله هجيبه. ولو ما جاش هبقى عملت اللي عليا قدام ابني انا وباباه لحد النهايه. وبرضه بعيدها تاني ربنا يحفظ ولادكم. قولوا امين يا رب العالمين. شكرا بجد انتوا ناس محترمه. السلام عليكم.